السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله معانا حضراتكم لوحة تحكم ومجموعة رطوبة وشفاط وخلايا تبريد خارجين شحن ان شاء الله ل 100 غمر. معانا حضراتكم لوحة تحكم راكب عليها ترموستات فوكس كوري 4 مرحلة لتشغيل دفاية وشفاط واحد وشفاط اتنين وخلايا تبريد، وتايمر حضراتكم شغال على نفس شفاط رقم واحد للتهوية وسحب الامونيا من داخل المكان. يعني حضراتكم شفاط رقم واحد بياخد امرين، امر من الترموستات في حالة ارتفاع درجات الحرارة، والامر الثاني من التايمر للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه. الشفاط حضراتكم ياخد امرين من الاثنين في نفس الوقت، مفيش اي مشكله خالص من غير ما يحصل معانا قفله ولا اي حاجه. موجود كمان حضراتكم تايمر تاني للفانات، لان طبعا اللوحه خارج معاها مجموعه رطوبه. موجود تايمر تاني ثواني للفانات، وزي ما واضح قدام حضراتكم اللمبه لقياس الفولت ومفتاح الطوارئ. مفتاح الطوارئ ده حضراتكم بنضغط عليه في حاله لا قدر الله في قفله او في اي مشكله في العنبر. موجود كمان حضراتكم مجموعه الرطوبه المتكامله، موتور ضخ الميه للرشاشات، موتور الفلتر صناعه تايواني عن تجربه حاجه ممتازه جدا. الموتور حضراتكم بالادابتور، موجود 10 متر خراطيم، وموجود 4 فانات مقاس ال 15 في 17، وطبعا الرشاشات وجميع الوصلات زي ما وضحت لحضراتكم قبل كده. مجموعه الرطوبه بتيجي كامله متكامله حسب مساحه مكان العنبر. موجود كمان حضراتكم الغاطس الخاص بخلايا التبريد، والشفاط ال 60 في 60 الاتحاد الاوروبي، ملف نحاس على رمان بلي عن تجربه حاجه ممتازه جدا، يقدر يستحمل معاك ويقدر يسحب معاك الهواء كويس جدا في الصيف، خصوصا مع تشغيل خلايا التبريد. خارج كمان مع الشفاط حضراتكم مفتاح السرعات. مفتاح السرعات بنستخدمه ان احنا نقلل سرعه الشفاط، وخصوصا في الشتاء عشان لو خاطر احنا مدفيين الشفاط لو اشتغل على اعلى سرعه طبعا انخفض معانا درجات الحراره بشكل كبير جدا. يوجد بفضل الله تصنيع جميع لوحات التحكم للغرف المنزليه وعنابر الدواجن، كهرباء 220، كهرباء 3 فاز. زي ما وضحت لحضراتكم حاجه تايمر للشفاط، تايمر للفانات، تايمر لخلايا التبريد، تايمر للاظلام. كل اللي حضرتك عايزه نقدر نصنعه بفضل الله. يوجد كمان حضراتكم جميع مستلزمات عنابر الدواجن باي كميه ان شاء الله. هنا معانا حضراتكم ادراج السبله المقاس 95 في 57، الدفايات الغاز الاشعال ذاتي الاوتوماتيك طلبيه جديده، التحديث الجديد، الدفايات تشتغل في حاله انقطاع الكهرباء، جميع مقاسات السقايات، العلافات، الشبك، خلايا التبريد، ورق الوادي سمك 10 سم وسمك 15 سم، العلافات البلاستيك والعلافات الصاج الخاص بالبطاريات، الارضيات المصري بديل الايطالي الخامه البيور. هنا حضراتكم طبعا وش البطاريه ال 2 متر ارتفاع 40 سم مجلفن والكتروستاتيك ضد الصدى، جميع مقاسات الفانات، غاطس 90 واط والغاطس ال 100 واط والغاطس ال 200 واط. وهنا طبعا حضراتكم لوحه تحكم 4 مرحله لتشغيل شفاط واحد، شفاط 2، خلايا تبريد والدفايه، وتايمر شغال على شفاط رقم واحد، وجميع مقاسات السقايات والعلافات. يوجد حضراتكم شحن لجميع المحافظات، وعنوان المؤسسه في عزبه الهجانه مدينه نصر القاهره، ومن على اللوكيشن هتبحث من اي مكان عن مؤسسه ابو مالك تظهر لحضرتك على طول. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.